بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي الاعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. بحبكم في الله طبعا. النهارده معانا وجبه سهله وسريعه بسيطه جدا، مكونات قليله جدا. هتكفي تقريبا 4 افراد او 5 افراد. ده حضراتكم صدر فرخه، صدر واحد يعني كفايه قوي. طبعا انا غسلته كويس جدا، وغسلته بالملح والدقيق والخل، وصفيته كويس برضو في مصفى عشان ميبقاش معايا فيه ميه، وقطعته اجزاء صغيره بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. ودي طبعا سمنه وزيت. طبعا سخنت كويس قوي، لازم تسخن على اساس ان انا انزل فيها الفراخ تاخد صدمه كده وما تنزلش ميتها. نزلت طبعا بقطع الفراخ بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. سبتها شويه وبعد كده قلبت. التكات دي بتبقى مهمه جدا معانا. طبعا زي ما حضراتكم عارفين انا بحب انوع في كميه الاكل المطلوبه، يعني بدخل لها عناصر بتزود قيمتها الغذائيه. طبعا انا نزلت بجزره مبشوره، او ممكن اقطعها صغير واديها فرمه في الكبه مفيش مشكله. ونزلت بيها هي بعد الفراخ. خدت تقليبتين كده، ومعايا فلفل اخضر وفلفل الوان اصفر واحمر. بيديني برضو شكل جمالي معايا في الاكله، وفي نفس الوقت بيديني قيمه غذائيه جميله. طبعا نزلت بالفلفل الاخضر قلبت، وبعد كده نزلت بالفلفل الالوان بالشكل اللي حضراتكم شايفينه كده. وطبعا معايا بهاراتي وتوابل، معلقه كركم صغيره مش كتير عشان ما تمررش، ملح وفلفل ده شيء اساسي، معلقه كزبره، ممكن نحط معلقه بابريكا، بحيث ان انا انوع البهارات اللي بتبقى محتاجاها الفراخ عامه. وطبعا نص معلقه بهارات فراخ بتبقى جميله. ودي حبه طماطم واحده كبيره برضو انا خدتها في الكبه كده من غير ميه ولا حاجه عشان السوائل ما تكترش معايا. وطبعا قلبتهم كويس لحد ما تسبكوا وشلتهم من على النار. وهنا هعمل الصوص او البشاميل بتاعي. طبعا سمنه وزيت على النار، ودول 4 معالق دقيق كبيره. بحب اخلي طبعا السمنه زياده شويه عشان يبقى معايا دقيق كده واخد راحته، اقلبه ويتحمص معايا من كل اتجاهاته. بس اخلي بالي ما حمصوش قوي او ما غمقهوش قوي عشان ما يبقاش مضر، يعني يدوب تصفر معايا شويه صغيره، احس ان لونها بدأ يغمق بسيط جدا. هاجي نازله باللبن. وطبعا اهم حاجه التقليب عشان ما تكلكعش معايا. طب وهنا لو كلكعت مني عادي، كل مشكله ليها حل. هنزل فيها بالهاند بلندر وهضربها كويس قوي، هتفك كل الكلاكيع ده. ان يعني واحده مبتدئه او صغيره او لسه كلكعت معانا هيبقى لها الحل ده. ممكن كمان بعد ما تبرد نحطها في الخلاط وتاخد فرمه كمان كده، هتبقى اتحلت المشكله. ده في حاله ما تكون كلكعت معايا غصب عني. طبعا حضراتكم شايفين، مش هطول عليكم، الدقيق اخد لون. نزلت بكميه اللبن بتاعتي وهقلب بالشكل ده شويه تغلي. هلاقي القوام بدأ يعني يتماسك معايا. وطبعا لازم اتبلها وابهرها. ده ملح وفلفل. هقلبه فيها. لو عندي معلقه كريمه ممكن احطها، هتبقى طعمها اجمل واجمل، او قطعه جبنه سايله. الحاجات دي كلها بتدي اضافات وطعم لذيذ. طبعا انا مكرونه الفراخ دي هعملها في الطواجن. انتوا عارفين الطواجن بتغير طعم الاكله خالص، طبعا بتدي طعم جميل.
وغير كده كل واحد ياخد الوجبة بتاعته مع نفسه، بتبقى مريحة يعني. وهنا حضراتكم المكرونة مش هسلقها لانها انا بحس ان هي اطعم لما احسن ما بتتسلق، يعني بحطها صحيه زي ما هي كده. بس اهم حاجه نكتر كميه الصوص بتاعتنا. نزلت بشويه صوص، وبعد كده طبعا مكرونه بالشكل حضراتكم شايفينه ده. كل طاجن اخد الكميه بتاعته. وطبعا دي قطع الفراخ اللي انا طبعا قلبتها مع الخضار بالشكل ده. برضو كل طاجن كميه الفراخ بتاعته. طبعا بعد كده هاجي نازله بالصوص بتاعي اللي هو البشاميل. جميل جدا وطعمه لذيذ كريمي. هو عباره عن لبن فقط، انا حطاه مع الدقيق، لبن ودقيق بيديله طعم جميل قوي. طبعا كده كل طاجن هعبي فيه كميه الصوص المناسبه. وزي ما قلت لحضراتكم برضو نكتره شويه، هيبقى معانا كده مبكبك ويعني قوامه حلو. طبعا كده ده اول طاجن معايا. انا كده حطيت فيه الصوص البشاميل بالشكل ده. هغطيه كويس بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، بحيث ان انا اكفي كمية الطاجن معايا. وطبعا لو في اي حاجة يعني زي كده مش كويسة، لازم امسحها كويس بمنديل مطبخ عشان ما تحرقش معايا وتخلي منظر الطاجن مش حلو. اللي هو يعني بياكل ما يبقاش المنظر محروق كده والطاجن منظره مش كويس. فامسح كويس الحاجات اللي وقعت مني. وبعد كده طبعا هبدأ اغلفهم. طبعا ورق حراري، بس هو صحيا برضو نحط ورقة زبدة تحت الورق الحراري لانها بتبقى اصح طبعا، غير ما نحط الورق الحراري ملامس للاكل ما بيبقاش صحي يعني كويس. كده بيبقى افضل، بنحس ان احنا يعني مطمنين. هغلف طبعا الطاجن كويس جدا. غلفتهم كلهم. طبعا الفرن هتبقى سخنة معايا. طبعا هاجي داخله بيهم فوق الشبكة، مش هحطهم في ارضية الفرن، لا انا هدخل بيهم على الشبكة نفسها. ودرجة الحرارة 200 او 210 مفيش مشكلة. هو مش هياخد وقت، يا دوب تلت ساعة ربع ساعة بالكتير. طبعا كشفت عنهم الورق السيلفر وحطيت شوية جبنة موتزاريلا، جبنة رومي سايحة، اي نوع جبن بتديها برضو طعم. وكشفت عنهم الورق كده 5 دقايق، وبعد كده خرجتهم بقت معايا بالشكل الجميل ده. الف هنا وشفا.